مرحبا بكم في قناتكم. اليوم سنتحدث عن وثيقة سرية أعدتها المخابرات الأمريكية في ديسمبر 1977 وكشف عنها في نوفمبر 2012. تكشف الكثير عن قضية الصحراء المغربية وحقيقة دعم الجزائر للبوليساريو. توضح الوثيقة الأمريكية أهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، وتشرح أسباب دعم الجزائر للبوليساريو. تبدأ الوثيقة بتوضيح أن ضم الصحراء يحظى بدعم واسع من كافة شرائح المجتمع المغربي، وليس قراراً فردياً من الملك أو النخب. تشير الوثيقة إلى أن قضية الصحراء تستند إلى أسس تاريخية ودينية عميقة. الوثيقة تنفي فكرة أن المغرب يسعى للسيطرة على الصحراء من أجل الفوسفات، مؤكدة أن المطالبة بالصحراء مبنية على اعتبارات تاريخية تمتد لقرون قبل الاستعمار الفرنسي والإسباني، عندما مارس السلاطين المغاربة السيطرة على مناطق واسعة من شمال وغرب إفريقيا.